شعر قايم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. عبد الله وإسلام معاكم النهاردة، وهنتكلم على رمضان في أمريكا. اليوم اللي كم الرابع؟ لا اليوم الرابع. الرابع ولا الثالث؟ الرابع. الرابع. أيوة الرابع. ليلة اليوم الرابع. رمضان في أمريكا صعب، إن الناس كلها مش صايمة معاك، يعني مش زي بلدنا زمان. تشوف الناس فرحانة وخلانك وأهلك والجيران يأكلوا مع بعض، والشرطة يقلب الفلوس، فوانيس. في مصر هنا ما فيش كلام زي ده. هنا بتيجي تصحى الصبح، تيجي الشغل، تخلص شغل، تروح البيت، اليوم كله شغال زي الحمار. زي الحمار. لا رمضان صعب رمضان صعب، بس لما يكون عندك اخوانك زي اسلام يومك بيكون على خير، تقدر تشتغل، ممكن تتكلم معاك، تقدرش تفكر في اكل ولا حاجه زي كده. وعلى فكره الاثنين الوحيده الصايمين في المكتب، فنشجع بعض. فلو انت عربي قاعد في امريكا وعندك عربي اصحابك، شجعوا بعض عشان الصيام. ايوه شجعوا بعض، لان في ناس زي كده ما بتصومش. هاي كارلوس. Carlito, do you fast? I can say I'm gonna say no because part-time. Wait. خلاص يا عم، مش عايز اسمع تاني. سمعت قال لك ما بتصومش. لا Tell me, explain to me. Come on Carlos, come. تعال. Okay. Come on, explain to me. So guys, I'm Catholic, right? المعلم ده كاثوليك، مسيحي. So I'm trying this fasting, trying to not convert or anything like that. بس عايز الصوم. You wanna fast? I want to fast. So I'm taking it slowly. So I just had some coffee this morning, maybe some water later on this afternoon, and Light. very light because Very light. this is something my body is not used to. جسمه مش متعود على الصيام، فعشان كده بيشرب مية الصبح وبعد كده ايه. I'm explaining to them what do you do. Okay, great. So so I'm just gonna have a really light dinner at the end of the day, and just because probably my body won't take it well if I eat too much, but maybe as the days go, my body will get used to it and I'll start fasting like I'm supposed to. تعمل كلام. الراجل بيقول لك ايه؟ والله والله قال لك والله. قول ان شاء الله. ان شاء الله جدع. قال لك ايه؟ قال لك يلا. صاحبنا كارلوس قال انه هو مش عود على الصيام، فقال انه حيبدا بالتدريج. بالصباح بيشرب القهوه بتاعته، وفي نهايه اليوم بيشرب ميه، وبالليل لما يجي وقت الفطور هيفطر بحاجه صغيره عشان هو عارف انه جسمه مش هيقدر يتحمل. هيعملها كده كل يوم شويه لحد ما يلقى نفسه بيصوم زينا اليوم كله ان شاء الله. بنهايه رمضان نقلبه، يبقى بدل ما يبقى مسيحي يبقى مسلم ان شاء الله. دعواتكم واللايك والشير في القناه، ويلا مع السلامه، والفيديو اللي جاي